انا وهو هذا الشخص اللي عرفني على الشيخ محمد بنقف في ميدان التحرير ايام الثوره، وكنا رفاق في موقعة الجمل. احنا طبعا من الناس اللي اتضربت اللي خدت لها كام طوبه واتظبطت تظبيطه كويسه يوم 2 فبراير بعد العصر. فعرفني طبعا على الشيخ محمد، وقعدنا اكتر من عده ساعات. وهو شخصيه هتحبوها جدا، من الشخصيات المتنوره المحترمه القارئه، من الناس اللي قلبك هيتفتح لها بسرعه، لان هذا الشخص بيتكلم بعفويه، بيتكلم بطلاقه، بيتكلم من القلب، بيتكلم بصدق، لا بيلف ولا بيدور. وهو ده اللي يخليك تحترم هذه النوعيه من الناس، الصدق في الحديث، ولا لف ولا دوران. فده انطباعي عن الشيخ محمد عبد الله، وعن يعني ما دار بيني وبينه من حوارات فوق السطح. ولما يدخل بقى يعني ايه حييه وانتظر يا فارما على الله تكون وصلت له، وناخد يعني دور في الحديث مره ثانيه. شكرا يا فارما، اتفضل. شكرا يا بلو. انا بس مستني ان اكلم، هو اعتقد هو ريدي مستنيني. طب انا هبتدي اتصل بيه يا جماعه. اهلا بيكم كلكم. فارجو ان احنا نلتزم بكل قواعد الروم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفر. السلام عليكم. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. مرحبا. ازيك؟ عامل ايه؟ صحتك عامل ايه؟ تمام الحمد لله، نحمد ربنا. احنا هنا في روم مصر للجميع، روم تضم المصريين في كل انحاء العالم، وبيقودها الدكتور احمد صابر، استاذ في جامعة لندن، وانا معاك من كندا. واتشرفنا بيك قبل كده في مقابلات كتيرة، وكان حديثنا عن مصر اليوم وغدا. واعتقد الناس هنا مستنية تسمع صوتك وتاخد رأيك في مواضيع كتيرة حدثت في الأسابيع الماضية ولسه بتحصل كل يوم، كل ثانية في خبر جديد. دلوقتي أعرفكم فضيلة الشيخ محمد عبد الله نصر معانا، وهبتدي بناخد مقابلات من الاشخاص المضيفين هنا في الروم، ويسالوا حضرتك يا فضيله الشيخ. جاهز؟ جاهز، تحت امر حضرتك، ويشرفني ويسعدني دايما اتواصل مع المصريين في كل مكان. شكرا. انا هبتدي بصديق ليك هيفكرك بنفسه في ايام الثوره، و يعني هو ركز واكد عليا انه لازم هو يكلمك ويرحب بيك ويفكرك بالايام الجميله وايام الثوره. اتفضل يا استاذ بلو. شكرا يا فارما وتحياتي. ازيك يا شيخ محمد؟ طبعا الصوت يمكن يكون مختلف على السماعات يا شيخ محمد. احنا قعدنا مع بعض فوق السطح وشربنا كذا شاي مع بعض من فتره، وانت بعت لي تحيه مع صديق اول امبارح وسالته عليا، وانا رجعت من المانيا، وكنا قبل كده قلت لك ان انا رايح الصين وراجع. اديني رجعت، ولما سمعت انك داخل النهارده لما سمعت انك جاي النهارده قعدت مخصوص الساعتين، لاني شفت اسمك على البانر
وانك موجود. تحياتي يا صديقي، وبكره ان شاء الله اقابلك فوق السطح. افتكرت دلوقتي. تحياتي ويشرفني. ماشي يا باشا. هسيبك بقى للناس. ايوه زكريا معاك. زكريا معاك يا شيخ محمد. طيب انت، ما انا داخل هنا في اسم فلوهات، انت كده جبت اسمي، يقول لي اسمه الثلاثي بقى. ماشي ماشي يا شيخ محمد. طيب حبيبي، هسيبك مع الناس، وانا سعيد بسماع صوتك، وان شاء الله اشوفك بكره. تحياتي ليك. اتفضل يا فرما، المايك معاك. ان شاء الله نتقابل بكره. ماشي انت اللي جبته اتفضل يا لنفسك باشا. يا فلول. اتفضل يا باشا. انت اللي جبته لنفسك. انت اللي قلت عايز اسلم على الشيخ. طب اعمل ايه طيب؟ شكرا يا زكريا. شكرا يا استاذ زكريا. طب الاستاذ سلطان هو عارف نفسه. الاستاذ ابو سلطان. اتفضل اتفضل اللي كاتب 5. موجود يا عم الحاج. استنى لحظه واحده يا استاذ فندم. حضرة الشيخ، معلش انا هضطر نستنى نسمع السؤال كله على بعضه عشان الايكو، بس عشان صدى الصوت، فيسمع السؤال كله على بعضه. اتفضل يا كفاءة. طيب طالما الحكايه بقى ابو سلطان بالمره عمنا فرما، يبقى انا اسمي ادهم يا جدعان. طالما بقى نخلي بقى نسمي الاشياء بمسمياتها زي ما بيقولوا، انا اسمي ادهم بقى يا جدعان، وابني الكبير اسمه سلطان وبيقولوا لي ابو سلطان. بس بقى عشان نجيب مع بعض من الاخر يا عم فرما. اولا تحياتي ليك يا فضيله الشيخ. انا طبعا تقدر تسميني احد دراويشك، احد خدامك، تقدر زي ما انت عايز تحج سميه. دي اول نقطه. ثاني نقطه يا فضيله الشيخ، قبل ما اسال حضرتك السؤال، الصوت راح يا بكفاءة. استاذ كفاءة معانا؟ الصوت راح. اتفضل. لانني ارى طب الصوت كده موجود؟ في كات فويس برضه؟ الصوت موجود يا فرما؟ طيب تمام تمام تمام. وانا بقول لحضرتك يا مولانا ويا فضيله الشيخ، انا احد دراويشك او احد خدامك، لانني ارى فيك شيخ الحقيقي، ارى فيك الامتداد الطبيعي لامامنا العظيم الكبير مجدد هذا الدين، امامنا محمد عبده. انا شايفك الحفيد والامتداد لهذا يعني. دي رقم 2. رقم 3 يا فضيله الشيخ، اتمنى بس من حضرتك انك انت تجاوبني على هذا السؤال اللي احنا صدعونا بيه ليل ونهار. هل هناك ما يسمى دولة إسلامية؟ في التاريخ هناك فعلا دولة إسلامية؟ وعلامة استفهام يا فضيلة الشيخ. دولة بمعنى كلمة دولة، وإسلامية بتعني بنفس الحرفية للكلمة. ده اللي أنا حبيت أسأله لحضرتك. النقطة الأخيرة عشان مش عايز أطول، يا ريت يا فضيلة الشيخ، وانا بقول لك انا احد دراويشك واحد خدامك، اتمنى يا فضيلة الشيخ يا مولانا تبقى تغير الكول تون دي يا عم الحاج بتاعه الراجل الخليجي اللي بيعيط ده. الكول تون انا احب اسمع لما اتصل بحضرتك، اسمع الكول تون بتاعه الشيخ النقشبندي مثلا. ما تزعلش مني يعني، هي بس ملحوظه اعتبرها اخويه. زي ما انت عارف يا عم فارم، انا ما بعرفش اخبي اللي في قلبي. اتفضل يا عم فارما، احلى مايك بالصلاه على النبي. لو عندك عربيه ولا اي عايشه عربيه ولا اي حاجه، ده عنده المعلم عنده ورشه كبيره يا شيخنا الفاضل يعني. اتفضل جاوب يا اتفضل. من الاول انا طبعا ارحب باخي وصديقي الفاضل واشكره على الكلمات الطيبه الرقيقه، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يخرج من الأذى الشريف من هو على قيمة وقامة مولانا الإمام محمد عبده مجدد الإسلام في القرن ال19 والقرن ال20. لكن للأسف الشديد يعني هذه المبشرات بدأت تتلاشى لدي،
ولكن يعني النقطة الثانية بالنسبة للسؤال حول هل هناك في الإسلام دولة اسمها الدولة الإسلامية، هذه أكتوبة كبيرة. الدولة كيان معنوي، والكيان المعنوي الدين له. الدولة في الإسلام هي دولة تضم بين أطيافها كل البشر. الدولة في الإسلام شعارها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالبداية بيا أيها الناس، الناس حتى لم يقل الناس المؤمنين أو غير المؤمنين، يعني تشمل المؤمن وغير المؤمن، المؤمن هو الملحد. يا أيها الناس لم يقل المسلم أو المسيحي أو اليهودي أو البوذي أو أي دين في العالم. خلقناكم من ذكر وأنثى أي من أصل واحد. لماذا؟ لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله ولم يكن عند البشر. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفرت لديه مقومات الدولة وقام بإنشاء دولة لم يقل أنها دولة إسلامية، ووثيقة المدينة شاهدة على ذلك، فأن النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذه الوثيقة كتب هذا ما توافق عليه محمد بن عبد الله وأهل يثرب واليهود والصابئة أنهم أمة واحدة من دون الناس، أي يتمتعون بمبدأ المواطنة، بحق المواطنة. الدولة لا دين لها، كل مواطن يدين بدينه، علاقة خاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما يقول من يقول بأن هناك ما يسمى تطبيق الشريعة الإسلامية في الدولة الإسلامية، أقول أن الشريعة مقاصد بمعنى هل الشريعة نزلت لصلاح حال الإنسان وحفظ عقله ونفسه وماله وعرضه أم غير هذا؟ لذلك نزلت من أجل 5 مقاصد: حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض. لذلك يقول الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات: الشريعة الإسلامية شريعة وضعية، وركز على كلمة وضعية، فكل قانون وضعي يخدم على المقاصد ال5: حفظ النفس والمال والدين والعرض والعقل، فهو شريعة وإن لم ينزل في القرآن أو في السنة. ليس هناك ما يسمى في الإسلام بدولة إسلامية، ولكن هناك دولة العدل ودولة الظلم. دولة العدل التي يتمتع فيها المواطنين بكل الحقوق وتقسم فيها الثروة والسلطة بشكل عادل. أما غير ذلك فهي أضغاث أحلام من تيارات متأسلمة تتمسح بالدين، وقد تبين كذب ادعائها في تطبيق الشريعة. فرأينا من كان يحرم الربا في شهر مارس رأيناه يحله في شهر أغسطس. إذا الدين بالنسبة لهم العوبة. لذلك يقول الإمام ابن القيم: الشريعة عدل كلها مبناها على مصالح العباد، فأيما مسألة خرجت من الظلم من العدل إلى الجور فليست الشريعة، فحيثما تكون المصلحة فسمى شرع الله. مصلحة البشر فين؟ يبقى هو دي شرع الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان يطبقه على نفسه، وليس للدولة دين معين. لذلك لأن الدين للديان والوطن يتسع لكل بني الإنسان. شكرا شيخنا، كلام ممتاز، يعني كلام بصراحة مريح. ده الدولة لكل الأطياف بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون. طب الأستاذ رومي اللي عاوز يا جماعة يسأل لحضرتك الشيخ يكتب 5 على التكست. الأستاذ رومي اتفضل. أستاذ رومي اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتحيات لله والعزة لله جميعا. أهلا ومرحبا بك يا شيخ محمد. أنت خير مثال للشيوخ المعتدلين اللي نتمنى من الله عز وجل إن ربنا يكتر من أمثالك في العالم كله، مش في مصر بس. حابب أسأل حضرتك سؤال مباشر جدا. من أين تأتي بمعلومتك الدينية، ومن أين تأتي بقوتك في قوة أدائك في ميدان التحرير وثباتك أمام هؤلاء المنافقون اللي اسمهم إخوان وسلفيين؟ أتمنى الإجابة بكل وضوح وصراحة.
اتفضل يا استاذ. شكرا يا رومي. اتفضل يا شيخنا. سمعت السؤال كويس؟ انا سامع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من اين اتي بهذه المعلومات؟ اولا انا خريج جامعه الازهر الشريف، وهي اعرق جامعه في الارض، مر على وجودها الان ما يقرب من 1050 سنه، وهي جامعه معنيه بعلوم الشريعه الاسلاميه، وكانت سببا في حفظ الدين الاسلامي واديان اخرى وفلسفات وضعيه من التحريف والضياع. استمد هذه المعلومات من علماء اجلاء سابقين اسهموا اسهامات فكريه عاليه، من اول الامام الشاطبي، ثم سلطان العلماء العز بن عبد السلام، ثم الغزالي، ثم اقول لك يعني قاضي الحرمين الامام الجويني، وجمع كبير للامام السيوطي، ثم في العصر الحديث لدينا الامام محمد عبده، ولدينا الامام المراغي، ولدينا الشيخ شلتوت، ولدينا الدكتور نصر حامد ابو زيد، وعلماء الاجلاء، واحمد صبحي منصور، علماء يعني لا يتسع المجال من ذكرهم. والان علمت الزمان وفقيه الامه الدكتور سعد الدين الهلالي، ذلك العالم المستنير. الازهر هناك فيه منهجيه منفتحة على كل الآراء، لا يقصي رأيا ولا يدعي أنه يملك الحقيقة المطلقة، بل شعاره رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. أما بالنسبة للقوة التي أستلهمها في مواجهة التيارات المتأسلمة من إخوان وسلفيين، أستمدها من أنني أقف في خندق الحق، فالثورة حق وهم ضدها، فبالطبيعي واستمد هذه القوه من قوه الثوار ومن الزخم الثوري، واستمدها من آية في كتاب الله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. واستمدها من حديث نبوي شريف للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: افضل الجهاد في سبيل الله كلمه حق عند سلطان جائر. واستمدها من عمامه الازهر. للاسف الشديد الكثير من الازهريين انفسهم لا يعرفون الى ما او الى اي شيء ترمز عمامه الازهر. ان العمامه الحمراء ترمز الى لون الدم، كناية عن أن الأزهري يجود بدمه ويقتل في سبيل كلمة الحق، ولا يحرف دينه ولا شريعته، ولا يتاجر بالدين ولا يسيسه من أجل سلطة أو من أجل أن يحصل على منصب أو جاه. والشال الأبيض الملفوف حول العمامة يرمز إلى الكفن، وكأنه كناية عن أن الأزهرية يقتل ويلف في كفن على ألا يحرف دين الله وشريعته ويقف مع الظالمين، أو يتاجر بالدين من أجل مغنم أو تمويل من دولة أخرى تحارب الأزهر أو تحارب الإسلام الوسطي. فهذه القوة التي أستمدها، ودائما كما يقولون صاحب الحق صوته عال وقوي، وأنا أستمدها من أنني مؤمن بقضيتي وليس علي شبهة في أنني أمول من أحد، فلست أرفع علم دولة أخرى في ميدان التحرير. أنا لا أرفع إلا علم مصر، ولا أحمل في قلبي إلا حب مصر بكل مواطنيها، مسلميها ومسيحييها وبهائيها، حتى لو كان فيها يهود أنا أحبهم لأنهم مواطنين مصريين. ممتاز شيخنا، كلامك شال حاجات كتيرة يعني في الأفق. عندما نسمع شخص مثل وجد غنيم يكاد يكون يعني يحصل نوع من أنواع الاسترجاع. أنت بتطيب الأمور وبترجع الأمور لنصابها. أستاذ أسد، أستاذ أسد مو معنا؟ تفضل أستاذ أسد. طيب، شكرا جزيلا. في البداية السلام عليكم ورحمة الله. أرحب بالجميع، وأرحب بالشيخ محمد الشيخ الأزهري الذي أراه على الفضائيات. وهذه الأفكار يا شيخ محمد لو تسمعني جيدا، وأتمنى أن تكون أو أن يكون الصوت لك واصل. شيخ محمد، مداخلتي ليست متعلقة بأي سؤال، ولكن قرأت على التكست أنك منسق جبهة أزهريون من أجل الدولة المدنية. نحن عندنا رابطة تسمى الرابطة الأزهرية الصوفية، وأرجو
أن يكون خبر هذه الرابطة وصل إليك. رابطة الصحوة الأزهرية الصوفية. هذه الرابطة الآن تسير على قدم وساق في الشارع المصري من أقصى الصعيد إلى أطراف شمال الدلتا. انتهينا من مسح منطقة الصعيد حقيقة، والآن نعمل في دائرة الوجه البحري في دائرة الدلتا. إن كنت على اتصال مع الشيخ محمد الأسواني، وهو شيخ أزهري يظهر في فضائيات أيضا، وهو حقيقة معنا في ما يسمى بمجلس إدارة هذه الرابطة. أتمنى أن يحدث التحام وتلاصق بين هذه الجبهة الأزهرية وبين هذه الرابطة الجديدة، رابطة الصحوة الأزهرية الصوفية، التي تتبنى هذا الفكر، والتي تتبنى التصدي للغزو الوهابي السعودي للأراضي المصرية، والتي تتصدى في العمليات الانتخابية الآتية البرلمانية أو إن كانت رئاسية لهذا التيار. فإن وجدت فرصة الصوت يا أسد، أستاذ أسد. اسأل عن هذه الرابطة ويحتاج إلى شكرا. هذه كل مداخلتي. شكرا جزيلا يا دكتور فرما. تفضلوا لكم المايك. شكرا يا أستاذ أسد. معاك، اتفضل يا فضيلة الشيخ. أحب أن أوجه وأرد له تحية السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أبشرك بأنه قد تم التواصل بيني وبين رابطة الصحوة الأزهرية الصوفية، وفضيلة الشيخ محمد عبد الله الأسواني هو صديق شخصي لي، وأنا معه في هذه الرابطة الأزهرية، وقد شرفت بالسفر إلى أسوان بمركز إدفو في افتتاح الرابطة في رابطة صحوة الأزهريين الصوفية في محافظة أسوان. وكان هناك جمع حاشد لا يقل عن 5000 مواطن في استاد إدفو، وكان احتفالا مهيبا دشنا فيه افتتاح هذه الجبهة أو التيار المبارك. واتفقنا خلال أسبوعين على الأكثر ستكون لنا جولة بإذن الله في مدينة كومومبو ومركز دراو والأقصر، وسأذهب هناك لمدة أسبوع كامل. والخميس القادم بإذن الله أنا في محافظة الغربية في نادي الصليب بالمحلة الكبرى. وفي الأسبوع في يوم الثلاثاء القادم أنا في مركز ميت غمر. وبإذن الله يوم 11 أنا في جامعة أسيوط في مدرج كلية الآداب سأتحرك. ولكن هناك ما يعيق عملنا. الأول أننا قد قررنا إطلاق قناة فضائية أشرف عليها وأعد دراسة لإنشائها مولانا العلامة الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وهي قناة اسمها قناة منار الإسلام. سيظهر فيها علماء الأزهر الوسطيين المؤمنين بأن الإسلام دين الإنسانية الذي يجمع كل أطياف البشر بغض النظر عن انتمائهم الديني، فعقيدتهم هم أحرار فيها. والعلماء كلهم مستندين وتقدميين. ولكن للأسف ما تعيق انطلاق هذه القناة هي تمويل القناة، والعائق المادي هو في الأساس. كذلك التحرك في محافظات مصر يعيقنا أننا نملك يعني مجموعة من الأفكار نريد أن نصيغها في كتيبات للرد على التيارات السلفيين أو الإخوان. نريد عمل منشورات للتوعية، استيكرات، بروشورات للتوعية، وهذه حملة طائلة ستتكلف. وأنا حتى يعني كتبت على صفحتي الشخصية أنني أطلب من كل مصري بغض النظر عن انتمائه الديني إن كان يستطيع أن يساعدنا في هذا الأمر
نحن لا نطلب شيئا إلا أن يعني من يؤمن بهذه الأفكار عليه أن يطبع لنا منها نسخا عديدة نستطيع توزيعها على الجماهير، وإقام من يريد أن يقيم لنا مؤتمرات في أي محافظة من محافظات مصر نحن نرحب. يعني ما زال العائق المادي للفضائية ثم لطبع الكتيبات والبروشورات والمنشورات وإقامة المؤتمرات. شكرا. انا بستغرب قناه محترمه ازهريه تبين الدين الصحيح بتحتاج للتمويل، في نفس الوقت 4-6 قنوات يعني برايفت خاصه سهله قوي انها تتمول بفلوس البترول. يا ريت، انا بدعو دعوه للمسيحيين قبل المسلمين يتبرعوا، اذا كان الفكر اللي بيقول عليه الشيخ محمد عبد الله هو فكر القناه، اتمنى ان الكل يدعم هذه القناه، مسيحيين ومسلمين. ليه؟ لان انت يعني حتى لو قناه، حتى لو اختلاف في العقيده، بس على الاقل هتضمن تصحيح خط انت كنت قلقان منه، هيصحح فكر معين. بالعكس، ده انت تتبرع لقناه زي كده، ولو بالاولى انك تتبرع لقناه ثانيه اذا كانت مسيحيه، لان انت مش محتاج تصحح هذه القنوات الاخرى. يعني ارجو من دعوه الشيخ محمد يعني تتسمع، ويا ريت الناس تقدر تمول هذه القناه. طيب الاستاذ المحامي، استاذ المحامي. ايوه يا باشا، ازيك يا حاج فرد؟ منور والله. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد الثوري الجميل؟ وبكل امانه كما تعودنا من لقاءات مع حضرتك، هل الاخوان والسلفيين هم الخوارج هذا العصر، مثلما صدرت فتوى من شيخ الازهر الاسبق سمعتها انا انهم خوارج العصر الجديد؟ هذا الشق الاول. الشق الثاني من السؤال، لماذا لم يتم حتى الان اعلان تطبيق او احكام السيطرة على كل المساجد اللي بيدعو فيها الإخوان والسلفيين إلى السياسة ويخالفوا آية الله عز وجل في أن المفترض أنهم يدعوا إلى الله فقط في المساجد؟ فأنا بتشرف بحضرتك، وتفضل مع حضرتك التعليق أو الإجابة. شكرا حاج محامي، ويا رب تكون حجيت. شكرا يا حاج محامي. اتفضل يا حضرة الشيخ. اتفضل الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى الشق الأول في فتوى أن الإخوان والسلفيين هم خوارج هذا العصر، هذه الفتوى صدرت من مولانا الإمام الأكبر الشيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وهي عبارة عن لقاء تلفزيوني وموثق بالأدلة الشرعية. وأنا كنت أسأل هذا السؤال بالأمس في منطقة وسط البلد: هل الإخوان هم والسلفيين هم خوارج العصر؟ أقولها وقلبي مطمئن بالإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ وقال: سيكون في آخر أمتي قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامهم إلى قيامكم، يعني يحلق الرؤوس، طوال اللحى، قصير الثياب، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني يحاربون الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى سواء كانوا مسيحيين أو يهود أو مسلمين، ويدعون أهل الأوثان أي الذين يعبدون أديانا وضعية. وهذا رأيناه ظاهر، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: إن رأيتموهم فاقتلوهم. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وفعلا السلفيين والإخوان هم خوارج الأمة، وهم من حرفوا دين الله وبدلوا كلامه
فقد رأينا منهم من يتطاول على الرسل والأنبياء، ورأينا منهم من يعني يسب أديانا أخرى ويمزق إنجيلا، رغم أن هذا الكتاب منزل من قبل الله سبحانه وتعالى. ومن شروط الإيمان في الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا تفرق بين أحد من رسله، فهم فعلا خوارج هذه الأمة وهم محرفي شريعة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أما بالنسبة للشق الثاني إلى قطاع المساجد، للأسف الكارثة والطامة الكبرى أنه في التشكيل الوزاري الأخير في حكومة الدكتور هشام قنديل تم اختيار شخص منسوب إلى الأزهر، وهو قد باع فكر الأزهر، هو الدكتور طلعت محمد عفيفي العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية، وكان ضيفا بشكل يومي على القنوات الوهابية الممولة من أموال البترول الصهيوني في السعودية وقطر. وكان هذا الشخص من أنصار جماعة الإخوان، أو هو أقول أنه عضو في جماعة الإخوان، وقد قام الآن بتسييس الوزارة، وأي إمام يخالف أو يهاجم جماعات الإسلام السياسي سواء كانوا سلفيين أو إخوان يتم تحويله إلى عمل إداري. والكارثة الكبرى أن المسؤول الآن عن الدعوة في الوزارة شخص تكفيري يدعى الدكتور محمد الصغير، عضو في حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية المشهورة بالفكر التكفيري والقتل وممارسة القتل والإرهاب. هذا أصبح مسؤول عن الدعوة. ودكتور آخر يدعى جمال عبد الستار، أستاذ في جامعة الأزهر ولكنه منتمي لفكر الإخوان المسلمين، وهو الآن مسؤول وكيل الوزارة للدعوة، حتى أن المتحدث الرسمي باسم الوزير هو وهابي يدعى سلامة عبد القوي، وهو أحد ضيوف قناة الناس الوهابية. الآن تملك الإخوان والسلفيون أو الفكر الوهابي من مفاصل وزارة الأوقاف، وأصبحت المساجد كلها إلا من رحم ربي أو إلا العدد القليل. نحتاج الآن أن يخرج الناس مطالبين الأزهر الشريف ببسط نفوذه على المساجد، وأن تتحول المساجد للدعاية لله فقط، مصداقا لقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولكنهم يعلمون قوة العاطفة الدينية عند المصريين، فيريدون السيطرة على المساجد. وأنا حتى كنت أداعب أحد الإخوة المسيحيين أنه لولا الفتنة الطائفية لترشح أحد أنصار أو أحد من كوادر الجماعة على انتخابات البابوية، لأنهم يحبون الكراسي أكثر، يعني مثلهم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. فهم يحبوا طول الحياة ويحبون الكراسي. لو هم يقدروا يوصلوا للكنيسة ويسيطروا عليها كمان هيقدروا يسيطروا عليها فعلا. شكرا يا شيخنا. السؤال القادم أنا ممكن أسأل سؤال في يعني بمتابعة الأحداث في مصر، في بعض العلمانيين والليبراليين والمسلمين المعتدلين والمسيحيين فكرة كده، كانت فكرة لو كلمة كده لو سمعناها كنا كلنا بجسمنا يقشعر وابداننا تهتز. وكمان لما قريناها في الجرايد ان ناس مفكرين قالوا كلمه انا مش عايز اطلعها من بقي: لو خرج الدستور المصري بما هو عليه سوف يؤدي او يجعل بعض فئات الشعب ان تطالب بالتقسيم. انا الكلمه دي عملت قلقتني. ممكن تعلق على السؤال ده يا فضيلة الشيخ؟ سيدي الفاضل، أنا أقول ما أدعى، يعني أنا أقول أن هذا الدستور لو خرج بشكله الطائفي الذي يريد تحكيم فكر الوهابيين وفكر حسن البنا ومحمد بن عبد الوهاب ووجد غنيم وأمثاله، لو خرج إلى النور سيؤدي إلى حرب أهلية بين المسلمين وبعضهم البعض. يعني الأول التيارات المسلمين المدنيين سيتقاتلوا مع المتأسلمين، ثم بعد ذلك سيتفرغ الإخوان والسلفيين لمعاداة المسيحيين وقتلهم على الهوية. وقد رأينا يعني خطف القاصرات ومهاجمة الأديرة والكنائس لأنهم لا يؤمنون بوجود الآخر. فلو خرج هذا الدستور سيؤدي إلى حرب أهلية سيتم بموجبها. يعني أرى أن التقسيم فكرة بعيدة، ولكن التقسيم قائم. هو التقسيم في المجتمع تم بين الناس
في استفتاء 19 مارس على التعديلات الدستوريه، من قال نعم فهو من المسلمين وهو في الجنه، ومن قال نعم ومن قال لا فهو مع الكافرين وهو في النار. للاسف الشديد انا اقول ان هذه المعلومه صحيحه، ويحز في قلبي ان الازهر والكنيسه لم ينسحب، والقوى المدنيه لم ينسحبوا حتى الان من هذه التأسيسية التي تكرس الدستور لدولة دينية سيقراطية كدولة القرون الوسطى أو كدولة إيران، يصبح فيها الرئيس المرشد مندوبا عن الله في الأرض، ويصبح فيها رجال الدين يعني طبقة كهنوتية يبيعون للناس الجنة ويصدرون لهم قرارات حرمان من دخول الجنة. وأول ما سيفعلونه سيهاجمون المسلمون الذين لا يدينون بأفكارهم، ثم يتفرعون لغير المسلمين والمسيحيين. ولذلك للأسف الشديد يعني يحز في نفسي أن أقول أن هذه المقولة صحيحة. نعم ستكون هناك حرب أهلية، وهو هذا ما يعمل عليه الإخوان والسلفيين، وما رأينا في الآن الأخيرة من أسلحة موجودة في مدينة نصر وأكتوبر وهنا سيفجر الأوضاع في مصر. شكرا. أستاذ كمال الملاخ. أستاذ كمال الملاخ اتفضل. طيب شكرا لك يا فرمة. أنا بشجع رأيك إن لو طلعت فعلا القناة دي الكل المصريين المسيحيين والمسلمين يشجعوا هذه القناة، ماديا ومعنويا ليس لشيء إلا من أجل مصر. بدل ما احنا شايفين مصر دلوقتي في ناس عايزين تخربها، فلازم نقف وندعم قناة من أجل مصر. فضيلة الشيخ، أنا شايف إن الناس هنا ردت فيهم الروح، مصريين كتيرة ردت فيهم الروح لما سمعينك، يعني تلوثت أذننا وعايشين خوف ورعب وقرف، وكنا قربنا نكره بعض ونعادي بعض من الكلام اللي احنا بنسمعه. لكن في صوت ظهر أخيرا بيقرب الناس لبعض، ويقول لنا مصر بخير، بعد ما قلنا إن مصر خلاص مفيش أمل. سؤالي كانت فين الأصوات دي يا فضيلة الشيخ؟ هي مش بعد الثورة بس، احنا شفنا البوم اللي بتنعق لا من قبل كده، من عشرات السنين. يعني أنا من ساعة ما أوعى والأصوات المعتدلة ضعيفة جدا وقليلة وخجولة، وأغلبها يمكن في ناس كثيرة ليها نفس الأفكار، وبالتأكيد يمكن الأكثرية ليهم نفس أفكار حضرتك، لكن بشوف إن هم خايفين يتكلموا، والأصوات التانية صوتهم عالي جدا، وفي الفترة الأخيرة في السنة ونص الأخيرة سيطروا على الساحة ووصلوا مصر للخراب، ومش عارف يعني ما كانش ناقص غير الحرب الأهلية. خلاص يا فرما أنا خلصت كده. فين الأصوات دي يا فضيلة الشيخ؟ المايك معاك. شكرا كمال. بس أنا هوضح السؤال تاني عشان صوتي ما كانش واضح. هو العدد الكبير الأغلبية أصواتهم منخفضة، والعدد القليل أصواتهم عالية. قالك فين الناس اللي كانت بتتكلم بكويس؟ راحت فين اللي كانوا في أيام الثورة؟ في حين في نفس الوقت الأصوات القليلة المتعصبة هي اللي طلعت على وش الأرض دلوقتي. اتفضل فضيلة الشيخ. اولا الاصوات القليله لم تصمت ولم تسكت، هي تحشد انفسها وتعمل على الارض. لو علمت حضرتك ان هناك تيار في الازهر كبير من علماء الدين، لو حضرتك تتابع الدكتور مبروك عطيه على قناه دريم، او تتابع الدكتور سعد الدين الهلالي، او الدكتور اسامه السيد الازهري على قناه CBC كل يوم اربعاء، لو تتابع الدكتور احمد محمود كريمه، الدكتور ابراهيم الخولي. المشكله ان الاعلام نفسه لا يعطي مساحه لهؤلاء العلماء. لو حضرتك نظرت ستجد ان التيارات المتأسلمه تمتلك ما يقرب من 12 قناه فضائيه تعمل على مدار 24 ساعه في بث افكارهم، ولا توجد هناك قناه واحده مستقله لعلماء الازهر على مدار اليوم الكامل.
إذا استضيف مثلا يوميا عالم أزهري وله برنامج وتكثف إن بقى في 5 6 برامج يومية لهؤلاء، سينتشر الفكر المعتدل والفكر التنويري. لكن للأسف أنا يعني لا أعلم لماذا الإعلام لا يظهر يعني هؤلاء العلماء ويخصص لهم برامج يومية في كل القنوات على غرار برامج التوك شو، يبقى الشيخ فيها أزهري مستمر متقدم لا يعادي الآخر، يخرج ينشر فكر الإسلام الحقيقي والأزهر الحقيقي. لأن للأسف الشديد أنا أعتبر ما يقدم على القنوات الوهابية هذا لا يمت للإسلام بصلة. الإسلام ديني مثلا أمرني قال لي ولقد كرمنا بني آدم تشمل كل من كان من جنس آدم، فكيف تضطهد مسيحيا؟ كيف تخطف بنتا قاصرة عمرها 14 سنة ثم تدعي أنها دخلت الإسلام وأنها تزوجت؟ فتهين كتابا كرمه الله سبحانه وتعالى. هل هذا النص موجود في القرآن أو تحرق أو تتبول على كتب أو ديانات أخرى؟ القرآن الكريم نفسه يقول لي يعني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآدمي في مسلم الآدمي بنيات الرب ملعون من هدم. هذا الأفكار التي تروج من أمثال وجدي غنيم وصفوة حجازي وعبد الله بدر، هذه أصوات نشاز. بس للأسف المجتمع الآن يركز على الظواهر السلبية ويترك الظواهر الإيجابية. والإعلام لو فتح لنا، لأن يعني هم الآن يملكون كل شيء، هم يملكون مفاصل الدولة، يملكون التمويل من كل مكان. يا سيدي الفاضل، لو أنا أو الأخ اللي كان بيسأل الأستاذ كمال الملاخ، لو تعرف نحن سعينا من أجل تمويل هذه القناة وإنشاء شركة لينا، شركة لإدارة هذه القناة لتتلقى أسهم، لم نجد أذن صاغية حتى من القوى المدنية في مصر. لا أدري هم يهتمون بهذا الموضوع ولا يدرون أن هذا الفكر الديني المشوش الذي يكفر الآخر ويقصيه يعني سيجعل. وأنا على فكرة أدعو كل مسيحي لأن يقوم بطباعة وثيقة نصارى نجران ويرفعها في مظاهرة في مكان ما. هذه الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم ليرى المتأسلمين الذين يخالفون شريعة الإسلام، ليرى ماذا كان يفعل المسيح مع المسيحيين. قال إن هدمت كنائسهم تعمر من بيت المال. لماذا تبني الدولة مثلا المساجد ولا تبني الكنائس؟ هي المساجد مش بتبنى من مال الدولة؟ إذا كان يتبنى من مال الدولة يبقى الكنيسة تبنى من مال الدولة، لأن مال الدولة ملك لكل المواطنين في الدولة بغض النظر عن انتمائهم الديني. فإن شاء الله الأصوات المعتدلة ستظهر قريبا. بنحاول في القناة بكل طاقتنا، يعني نرجو الله أن يمن علينا ونرجو كل الناس أن تتفاعل معنا في هذه الفكرة. رجل شجاع، أتمنى لك شيخنا الصحة والعافية. نكمل الأسئلة. أنت بتدوس على جروح كتيرة، ناس كتيرة تخاف تتكلم فيها. شجاع، معانا الأستاذة ليالي، اتفضلي. طيب شكرا أستاذ فاطمة، ميرسي خالص، وأهلا بالجميع، وأهلا طبعا بالسيد الشيخ الأزهري الشيخ محمد عبد الله. أنا عايزة أسألك شيخنا، طبعا يا ريت أكيد يكون في قناة أزهرية تبقى تقضي على كل الأصوليين والمتشددين وتقضي على هذا الفكر اللي هيدمر مصر. لكن أنا عايزة أقول لك حاجة بالنسبة للسلفيين، هم عايزين يطبقوا أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي بيطبقوا الشريعة علشان يقيموا، أو لا هم عايزين يطبقوا الشريعة علشان يقيموا فعلا الدولة الإسلامية، على عكس الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين عندهم أول حاجة الحكم أو السلطة زي ما أنت حضرتك قلت، وبعدين يعني عايزين يطبقوا دولة الخلافة الإسلامية، ومن خلال الدولة دي يطبقوا الشريعة. السلفيين ما لهمش دخل بالسياسة خالص، لكن الإخوان المسلمين عايزين هم اللي يحكموا الدولة. وزي ما قال حسن البنا، الخلافة وراثة النبوة، ده كلام حسن البنا طبعا. أنا عشان كده بس بسألك دلوقتي، التيار الليبرالي والعلماني اللي ما بيتبعش أي تيار ديني دلوقتي هم مقتنعين تماما أن تطبيق الشريعة هو انتهاك لحقوق الإنسان. فأنا عايزة أسألك، هل مثلا حضرتك كشيخ أزهري
هل حضرتك برضو بتقول في جواز تطبيق شرع الله اللي هو عارفين يعني زي الجهاد كتب عليكم القتال مثلا، لو لزم الامر، او مثلا قطع يد السارق والسارقه، او يعني انت حضرتك عارف رجم الزاني والزانيه والكلام ده كله، فهل حضرتك يعني بتأيد الكلام ده ولا لا؟ ميرسي خالص يا استاذ فرما، ومعك المايك. شكرا استاذه ليالي. اتفضل يا شيخنا. هجاوب؟ اتفضل سعادتك. مرحبا بحضرتك استاذ ليالي. انا بس احب اقول ان التيار الاخوان هو اشد خطرا من التيار السلفي. التيار الاخوان هو عنده مبدا اسمه مبدا التمكين، وهم سيفعلون اكثر ما يفعلوا، اكثر مما سيفعله السلفيون لو حكموا، لكن هم يعملون بمبدا التراكم خطوه خطوه. يعني هم واحده واحده هيعملوا اقصى ما يفعله السلفيون. وبالمناسبه السلفيون هم الوجه القبيح للاخوان، هم بيصدروهم في المشهد لما بيبقوا عايزين يعملوا حاجه يعني فيها شكل يشوه صوره الجماعه، بيصدروا التيارات السلفيه هي اللي تعملها. ده رقم واحد. رقم اثنين، السلفيون لا يفقهون معنى الشريعه. الشريعه الاسلاميه، ما معنى كلمه شريعه؟ الشريعه تنقسم الى 4 اقسام، او تقوم على 4 اركان. الركن الاول العقيده. العقيده في الاسلام، هل يملك بشر ان يجبر الناس على اعتناق دين معين؟ لا. الاسلام يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الاسلام يقول لا اكراه في الدين. الاسلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفي آية اخرى افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ان حديث حد الردة اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، هذا حديث فيه مقال ولا يصلح للاعتداد به كحكم شرعي. فحرية الدين او الاعتقاد مكفولة في الاسلام. اختار الدين الذي انت تريده وتحبه وتريد اعتناقه. اما الايات التي تتكلم عن كتب عليكم القتال، هذه الايات ليست على اطلاقها، تتكلم عن واقعة معينة في عصر معين انتهى بانتهاء الوقت. اما الجزء الثاني من الشريعة هي العبادات. العبادات لا يجرؤ احد في الاسلام ان يقول لك صلي او صم او قم او بالقربات كما يفعل هيئة المعروف والنهي عن المنكر في بلاد الوهابيين. العبادة انت تفعلها طواعية، لانك لو اجبرت عليها ستخلق انسان منافق. يعني هل تستطيع ان تمسك قربات الانسان وتقول له اسلم، تقول له يصلي ثم قم، سيتظاهر انه يصلي وهو لا يصلي، لان الصلاه في الاسلام ليست بالقلب بالجسد فقط او افعال وحركات، ولكن لابد من حضور القلب. كذلك النقطه الثالثه في الاسلام وهي الحدود. الحدود هذه زواجر يعني بمعنى انها جاءت لترهيب الناس، وكانت عقوبات تناسب مجتمع قبلي. اما الان فهناك قوانين تمنع مثلا انتهاك حرمات الاخرين. رجل زنى بامراه، رجل اغتصب امراه، هناك قانون ينظم العقوبه. والاسلام ليس اسطمبه واحده، يعني الشريعه حتى قابله للتطوير. بالدليل ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اوقف العمل بسهم مؤلفه قلوبهم. كان في حاجه اسمها الغنائم التي يغنمها المسلمون من الحرب. بعد الحرب كانت بتقسم على الناس، كان في سهم اللي هو مجموعه من الناس بتذهب لناس لتأليف قلوب بعض الناس اصحاب الايمان الضعيف يعتنقوا الاستئاب. هو اوقف هذا النص. اذا هناك نص يصلح لعهد ولا يصلح لاخر، ولكن احنا عشان نخرج من ده كله احنا في حاجه في الدين اسمها علم المقاصد الشريعه. علم مقاصد الشريعه. الشريعه دي عشان ايه؟ عشان 5 مقاصد. فاي قانون بيطلع يوافق ال5 مقاصد. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، حينما يذهب لولد سجده وهولاند ديفيد كاميرون الى القصر الجمهوري بالدراجه، حينما يقومون بإعادة تقسيم الثروة وتوزيع الثروات على الناس وبدل إعادة بطالة وحد أدنى وأقصى الأجور، أليس هذا كله من شرع الله سبحانه وتعالى؟ أن شرع الله والصلاة والصوم لا، دي عبادة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، والعقيدة لا إجبار فيها.
فمعنى ان احنا تطبيق شريعه نطبق حدود؟ لا. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان السارق تقطع يده، هل تعلم الشروط اللي وضعها الاسلام لتطبيق قطع اليد؟ ده شروط لم تتوفر. لا يكون هناك فقير في مصر. اذا كنا 90 مليون وفي واحد فقير لا تطبق. كمان الحاجه الثانيه، ساعه ما نزلت هذه الايه تكلمت عن قطع يد السارق، لا يوجد هناك زرع اعضاء. دلوقتي لو قطعت الواحد ايده هيروح يركب ايد ثانيه غيرها، يبقى ما حققش منفعه. هي العقوبه اللي مراده ليه ايه؟ هي قمع ومنع من السرقه. هناك عقوبات الان مثل السجن، مثل الحبس، مثل العمل المجتمعي اللي هو يكلف بخدمه اجتماعيه للمجتمع يؤديها، ولا يقام حد من الحدود في وجود جائع حد السرقه. كذلك حد الزنا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليطبقه على احد، لم يطبق في الاسلام الا مرتين، رجل وامراه جاءوا واعترفوا طواعية وهم يعني اصروا على تطبيق الحد عليهم. لكن هذا الكلام الان يعني صعب التطبيق. هناك قوانين تناسب العقوبه والجرم تاخذ بها كل دول العالم، وهذا لا يخالف شريعه الاسلام في شيء. هل لو الدستور شيخ محمد دستور يتكلم عن كل المبادئ، العداله والحقوق والمساواه والمواطنه بدون الذكر لاي شريعه من الشرائع، هل ده ضد العقيده؟ هل معنى كده ان الدوله مواطنيها كفره يعني؟ ولا يعني هل اولا ناخد هل تؤيد ان الدستور يبقى دستور لكل المصريين لا يذكر عقيده معينه، بل مبادئ السماء عموما تتحط كده تتبلور وتبقى قوانين على الاقل نقدر نعترض ونعارض ونفكر؟ لانك انت لو عرضت، لو قلت الشريعه الاسلاميه واحكام الشريعه الاسلاميه، انت حتى لو عرضت هيتهموك ان انت بتعارض الشريعه، صح ولا غلط يا شيخنا؟ نعم يا سيدي الفاضل، اولا انا ارى ان الدستور لو خلا من هذا الكلام سيخفف من نعرات الطائفيه، ولا هذا لا يخالف شريعه الاسلام. اذا هناك دستور قال للناس مكتوب فيه لا تؤمنوا، هل سيمنع مواطن نفسه عن الكنيسه او يمنع مواطن نفسه عن المسجد او سيمنع مواطن نفسه عن المعبد؟ ام ان الدين حاله في قلب الانسان؟ تخيل معي انه لو قبل ان يوجد دستور ان لم يكن الناس يؤمنوا بالله، أم أن الدستور هو الذي يجبرهم على الإيمان؟ أنا عندي وثيقة المدينة، وهي أول دستور كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه أن هناك مرجعية دينية، ولم يذكر فيه أن هناك دين معين يطبق، بل ذكر فيه أن هؤلاء الناس يعني يتمتعون بحق المواطنة الكاملة. هذا ما توافق عليه محمد بن عبد الله واليهود والصباء أنهم أمة واحدة من دون الناس، يعني هم لهم حق المواطنة لأنهم يعيشون في إقليم واحد، أن في عبادتهم كل واحد يمارس طقوسه الدينية كما يحب ويحلو، وهناك قانون يطبق على الجميع. هذا القانون في الأساس أصلا الشرائع السماوية لم تأتي لتكدر حياة الإنسان، أتت لتسعده، لم تأتي لتعطل مصالح الناس، لم تأتي للقمع وانتهاك الحريات. خذ عندك نموذجا في دول يقولون انها يعني دستورها دستور كما يطلقون علماني، وانا ان العلمانيه الجزئيه اللي هي علمانيه الفكر لا تخالف الاسلام في شيء، هي انك تمارس الدين، تمارس السياسه بقيم الدين، بمعنى ان تبين السياسه، تمارس السياسه باخلاق الصدق، العدل، الامانه، الاخلاص، الوفاء، ولا تسيس الدين، بمعنى ان تجعل الدين مطيه لكي تصل الى سلطه او حكم. فانا ارى انه لو خلى الدستور من ذكر ذلك فلا ذلك لن يمس في عقيده احد، لان الناس ترجع الى القوانين، والقوانين بطبيعتها لن تخالف قيم المجتمع، لان الشريعه متطوره تقبل كل يوم. انت حتى الائمه الاربعه من ضمنهم الامام ابو حنيفه عنده العرف اللي هو العادات والتقاليد مصدر من مصادر الشريعه، والامام الشافعي كان له مذهب فقهي في العراق، ولما اتى الى مصر غيره بنسبه 100%، كما يصلح للتطبيق هنا لا يصلح للتطبيق هناك. فلو صدر دستور يعني لا يشير الى شيء يعني يقال فيه حريه الاعتقاد، وكل من يدين بدين هو حر في ممارسه طقوسه الدينيه، وهناك قانون
ينظم عمل الدوله والخلاف والنزاع بين الاشخاص، وان هذا القانون يطبق على الجميع، فهذا لا يخالف شريعه الاسلام في شيء. إذا أنت تؤمن أو تقبل دستور يطبق العدالة والمساواة حتى ولو لم يشر إلى مصدر المادة الثانية أو أي مواد أخرى. لا يا أستاذ فرمة، الإمام ابن تيمية وهو إمام من أئمة التيار السلفي يقول إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. أنا حينما أنظر إلى دولة مثل مصر تقول أنها تطبق الشريعة، ودولة مثل السعودية، ثم بعدين أبص للبرازيل دولة علمانية، أرى أنها في 8 سنوات تقدمت إلى أقوى 15 اقتصاد في العالم، أصبحت أولى دول العالم في إنتاج الوقود الحيوي. أرى أن لولا دا سيلفا كان يذهب إلى القصر الجمهوري بالدراجة. أرى أنه رفض أن يعدل في الدستور ليصبح طاغية مستبد، وبكى وقال للشعب لن أكون دكتاتورا وأنا زرعت الديمقراطية، وترك الشعب بعد 8 سنوات. ألا تقل لي أن هذا الرجل لم يخالف ما أراده الله للبشر وهو العدل؟ إن شريعة الله هو العدل، فمن طبق العدل ولو كان غير مسلم فهو قد طبق شريعة الله. حينما يذهب اليوم في صلاة الجمعة كان محمد مرسي رئيس جمهورية الإخوان يذهب إلى مسجد في أسيوط ومعه 12,000 جندي يحرسونه. هل هذه شريعة الإسلام؟ شكرا، كلام جميل. معانا الأستاذ وطني كان عايز يسأل بسرعة لو سمحت. وطني اتفضل. شكرا يا أستاذ فرمة شكرا يا أستاذ فرمة، وسلام لحضرتك يا مولانا. فعلا بنبقى سعداء لما بنسمع حضرتك. أنا سؤالي بسرعة كده، عايز أسمع من حضرتك تحليل حضرتك لصلوات الرئيس مرسي كل جمعة في منطقة معينة. يعني إيه الفكرة في إنه كل جمعة يصلي في محافظة؟ شكرا يا فرمة، والمايك معك. شكرا. هو كان قبل ما اديك المايك شيخنا كان في حديث مع خيري رمضان في ايام الانتخابات، كان وعد خيري انه سوف يصلي في كل جمعه في منطقه شعبيه بدون حراسه وبالجلابيه. يعني اتفضل يا شيخنا. اولا اليوم تم سحل مواطن، خبر يعني لا ادري ان كان وصلكم في الخارج ام لا. اليوم تم سحل مواطن عجوز يبلغ من العمر 70 عاما امام المسجد الذي كان يصلي فيه محمد مرسي، لانه طلب مقابله الرئيس. رفض الحرس الجمهوري، فوقف الرجل وقال حسبي الله في محمد مرسي وفي الاخوان، وهتف ضد مرسي. فقامت قوات الحرس الجمهوري بسحل هذا العجوز الذي بلغ من الكبر عتيه ولم يرحموا شيبته ولا انحناء ظهره. محمد مرسي كان قد وعد في قبل الانتخابات بأنه سيتجول في مساجد في كل جمعة ويستمع إلى الجماهير. الآن الجوامع تخلى قبل الصلاة ولا يصلي فيها إلا بعض كوادر جماعة الإخوان والحرس الجمهوري الذي يرتدي الزي المدني والزي العسكري. أما عن اختياره للصلاة، محمد مرسي يريد أن يظهر للناس أنه الرجل المؤمن. اولا هو لا يملك برنامج سياسي ولا مشروع نهضه ولا اي شيء، فماذا يقدم للشعب؟ يقول للناس انا راجل مؤمن بتاع ربنا وانا اصلي، ويظهر للناس وانه رجل متقدم ورع، فيرضى الناس بهذا الامر ولا يطلبوا منه اكثر من ذلك. وهو لا يعلم ان البطون الجائعه لا يهمها من يصلي ومن يصوم، يهمها ان تمتلئ. الاجساد العاريه لا يهمها من يصلي ومن يصوم، ولكن يهمها ان تكسو. الاجساد المريضه لا يهمها من يصلي ومن يصوم، لكن يهمها ان تعالج من المرض. هذا لن يدوم طويلا. هو يريد ان ينظر بنظر الرئيس المؤمن التقي الورع. هو يؤسس لدوله دينيه، يريد ان يسترجع ذكريات الخلافه البائده، وكانه الخليفه الذي يصلي بالناس في كل جمعه في احد المساجد. وهذا لم يصمد كثيرا ولم ياكل مع المصريين، لانهم تنبهوا الى ان هذه مجرد شعارات. فكان غيره يصلي، وصلاتك علاقه بينك وبين ربك. لماذا تكلف ميزانيه الدوله 3 أو 4 ملايين جنيه كل جمعه؟ وهو يخالف الشريعه ايضا، لان اصلا الصلاه سر بين العبد وربه. فكيف تظهر للناس انك تصلي امام الناس لتقول انا اصلي؟ الثانيه ان الحراسه المكلفه بحراسته لا تؤدي الصلاه. يعني هو اليوم حرم
اداء صلاه الجمعه، وعطل الطرق وعطل المرور ومنع المصلين من دخول المسجد. هذا مخالف لشريعه الاسلام. إن أراد أن يعرف الحقيقة فلا عليه أن يذهب للمساجد، عليه أن يتجول في الطرقات والشوارع. وأظن أنه كان من أسرة متواضعة، فقد كان والده فلاحا حصل على 5 فدادين من جمال عبد الناصر، ولا يعرف كيف تطبق العدالة الاجتماعية بإجراءات اقتصادية، ولكنه يمارس دورا دينيا ليستعيد الخلافة، ويريد أن يؤسس لدولة دينية يصبح فيها محمد مرسي خليفة الله في الأرض. شكرا شيخنا. الاستاذ كفاءة اتفضل. الاستاذ اتفضل. طيب فضيلة الشيخ تسمعني؟ هل انا مسموع؟ طيب تمام الحمد لله. مولانا فضيلة الشيخ، سعيد طبعا بان انا اسالك للمره الثانيه، وبعد اذن حضرتك انا هو استفسار اكتر منه هو سؤال. الاستفتاء المنتظر على هذا الدستور المشوه، هذا الجنين يا فضيلتنا يا مولانا، الدستور اعتقد يا فضيلة الشيخ ما يسمى باستفتاءات. في تقطيع يا عم فرمة ولا صوت واضح؟ معلش انا اسف يعني. هل انا مسموعا؟ طيب تمام كده تمام. فانا بسأل حضرتك يا فضيلة الشيخ، يا اخوة الصوت عندك مش كويس. ادخل اكتب السؤال. طب انا هعمل ريستارت يا فرمة. ماشي حاضر اتفضل. طب الدكتورة مهتاب او المهندسة روني لو حد جاهز، حد يكتب لي 5. اعمل ريستارت يا بيوتفول. طب ندي فرصة، ندي واحد ما سألش. طب والله الصوت الخط قطع، لحظة اتصل تاني. حد مهتاب او روني حد عاوز يسأل؟ حد عايز يسأل من السيدات؟ اللهم إنا نحمدك آسف الخط قطع. طب اتفضلي يا دكتورة مهتاب. معلش دكتورة مهتاب اتفضلي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك منور يا شيخ محمد. هو سؤالي ببساطة كده، يعني أنا من النادر إن أنا أسمع شيوخنا الأفاضل اللي بيتكلموا بعقلانية قوي كده وبموضوعية جدا، وسماحة الإسلام الجميل اللي احنا افتقدناه من زمان. حقيقي كلامك مريح لكل الأطراف. هل كل الأزهريين زي حضرتك كده؟ زي ده سؤالي، ولا هي مجموعة بسيطة جدا من الأزهريين عشان كده أنت بتقود مجموعة من التحرير وبتحاول تجمع أصوات على مستوى الجمهورية وعاوزين تعملهم قناة فضائية؟ هل الأزهر كمية الناس اللي فيه بتفكر زي حضرتك كده قد إيه؟ طب إحنا خلاص عرفنا إن الإخوان والسلفيين سيطروا على الدستور أو عايزين يسيطروا عليه بطريقتهم ويطلعوه ويخرجوه بالطريقة اللي هم عايزينها، اللي فيها نوع من إذا اعتبرناه يعني نوع من اضطهاد لأطراف أخرى لأنه مش واخدين حقهم فيه. قد إيه وكمية
الناس اللي افكارها زي حضرتك كده، وده المطلوب. يعني مش هينفع شباب ولا بلد ولا اصوات من الشعب بس، لازم يبقى في ناس تضاد الفكر ده، فكر زيه زي حضرتك، ناس متفقهة في الدين تقدر تتكلم وليها صوت بالظبط يضاد هذا يعني التيار التاني ده. قد ايه من البلد، انا شخصيا ما سمعتش غير حضرتك دلوقتي بصوت معتدل يرضي كل الناس بسماحة الإسلام الجميل اللي عرفناه قبل كده. لكن قد ايه منكم موجود دلوقتي؟ شكرا دكتوره مهتاب. بس صدقيني المشكله بس في المشكله مش بس في اضطهاد بعض طوائف في الدستور، لا المشكله ان الدستور غير حضاري، الدستور غير مشرف، يعني مش يعني منظره يعني مش مريح. لو انت قريت الدستور ده مش دستور، ده واحد كاتب بيكتب قصص. اتفضل يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المكان منور بحضرتك. التيار ده جوه الازهر كبير، يعني التيار الازهري الوسطي اللي هو متربي على منهجيه الازهر هو تيار كبير، ولكن الازمه ان الازهر قد تم اختراقه بعد الغزو الوهابي واموال النفط التي تدفقت لمصر وسفر بعض الاساتذه الازهريين الى بلاد الخليج وعودتهم بالافكار المشبوهه وسيطره الاخوان. الازهر مقسم الى 3 تيارات: التيار الازهري الوسطي، التيار الوهابي اللي هو السلفي، التيار الاخواني. التيار الازهري كبير ولكنه ليس منظم، لا يملك اليات الظهور الاعلامي، ولكن يعني انا لست وحدي. يعني انا ابشر حضرتك ان لو كلفت نفسك عناء البحث وكتبت على موقع اليوتيوب او جوجل الدكتور اسامه السيد الازهري، احفظي هذا الاسم جيدا، الدكتور اسامه السيد الازهري، وله برنامج اسبوعي على قناه CBC في يوم الاربعاء مع خير رمضان. هذا العالم المستنير له فيديو بعنوان القانون الفرنسي تطبق فيه الشريعه الاسلاميه، او راي الدكتور اسامه السيد الازهري في تطبيق الشريعه. قال في هذه الحلقه على الهواء مباشره ان القانون الفرنسي يطبق اكثر من 80% من الشريعه الاسلاميه. هناك الدكتور سعد الدين الهلالي، بمجرد ان تكتبي اسمه فهو موجود. هناك الدكتور علي جمعه، الامام احمد الطيب، هناك الشيخ محمد عبد الله الاسواني، هناك الدكتور احمد محمود كريمه، هناك الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر السابق. الفكره كانت لما قلنا على القناه انها هتجمع كل العلماء المستنيرين دول في مكان واحد في برامج يوميه، بمعنى انك 24 ساعه كل ساعه عندك برنامج بتشوفي 24 عالم من علماء الازهر المستنيرين الوسطيين المعتدلين الذين يمثلون صوت الاسلام الصحيح والحق. فيعني ستشعري بان هذا التيار قوي. هذا التيار الان يتجمع على الارض، يتشكل في كيان واحد، ثم ينطلق بهذه القناه ليعبر عن ارائه، وسيكون بيننا وبين السلفيين والاخوان، نحن الان بيننا وبينهم معركه طاحنه على الارض، لكن ميزان القوه الماديه في صالحهم. يعني لو تخيلتي ان هم من ورائهم قطر ومن ورائهم السعوديه ومن ورائهم الخليج، حتى من ورائهم الامريكان نفسهم يدعموا تيار الاخوان المسلمين، فتعلمي حجم المعركه التي يخوضها رجال الازهر المعتدلين على الارض. ولكن ان شاء الله لست وحدي، هناك تيار كبير باذن الله وسيظهر للنور قريبا. شكرا. اتمنى القناه انها تطلع قريب، بس اتمنى برضو ان القناه ما تتخطفش من افكار اخرى. ويا ريت لو في سايت دونيشن للتبرعات تبقى تدونا شيخ، لان في ناس كده تحب تتبرع في هذه القناه المحترمه، واتمنى ان تفضل بهذا الفكر، لان لو ناس اتبرعت لفكر وتغير هيبقى مأساة يعني. اعدك ان شاء الله من فرض ان لم تتغير، لان الاساتذه اللي فيها كلهم على نفسي، يعني انا حتى بميزهم، انا اقلهم شأنا يعني. وفي هبعت لحضرتك وصلني بكره، وانا شوف وسيله على الفيسبوك، ابعت لي رساله على صفحتي على الفيسبوك لو حضرتك اكونت، وانا ابعت لك وسيله الحساب يوصل ازاي. شكرا شيخ محمد. الاستاذ كفاءة اتفضل.
استاذ كفاء معانا الصوت؟ استاذ كفاء حد سامعنا يا جماعه؟ طيب الصوت كده مسموع؟ هل انا مسموع؟ طيب مولانا فضيلة الشيخ، خرج علينا ابن الشحات عبد المنعم، كما خرج علينا ابن حسان، كما خرج علينا ابن البرهامي، كما خرج علينا ابن القرضاوي، كلهم كانوا يكفرون الديمقراطية وكفر بواح، كفر بواح. هذا ما قاله صنمهم ابن الشحات عبد المنعم. اليوم يا فضيلة الشيخ اللي هم عايزين يطبقوه ويكتبوه، عايزين يطبقوا هذا الدستور يا فضيلة الشيخ ويستخدموا نفس الآليات الكفرية ما كفروه هم من قبل لتطبيق الدستور السماوي ودستور شرع الله ودستور قوانين الله. يريدون أن يسمى آليات كفرية والعياذ بالله مستوردة. فأنا فضيلة الشيخ دي عاملة لي مشكلة. هل هم مسلمين فعلا يا فضيلة الشيخ؟ هل هم فعلا مسلمين زينا كده ولا هم كفرة؟ بعد إذن حضرتك أنا بعقلياتي البسيطة بدماغي البسيط، أنا لا متفقه في الدين ولا متفقه في الحاجات دي كلها، بس هو السؤال اللي بيطرح نفسه عندما تريد تطبيق شريعة الله وقوانين السماء بآليات كفرية، أنت حاجة من الاثنين دول، إما إنك أنت مسلم قوي إما إنك أنت كافر قوي. فأنا بس عايز آخد بقى رأي حضرتك في سؤال وهذا التفسير بالصلاة على النبي. اتفضل يا عم فرد. شكرا يا استاذ كفاء. اتفضل يا شيخنا. اولا ارحب بالاستاذ الفاضل وسؤال المحترم. اولا قوانين السماء جاءت لاسعاد الانسان الذي خلقه الله اله السماء، وهؤلاء يعادون الانسان يريدون قمع حريته ونهب امواله. قولا واحدا هؤلاء الناس يريدون اضفاء قداسه دينيه على مذهبهم، فيدعون انهم مفوضين قبل الله لتطبيق هذه الشريعه، وهذا كلام يعني يدخل في باب الهرطقه. اثنين، هؤلاء الناس كانوا يكفرون الديمقراطيه والدستور. اولى ادوات الديمقراطيه او ابجديات الديمقراطيه ان يكون هناك دستور، فلماذا يسلكون طريقا كفريا للوصول للايمان؟ يعني هم كانوا بيقولوا الخروج على الحاكم حرام. طب احنا هنصدقهم وانا هاخد بفتواهم ان الخروج على الحاكم حرام، وانا راجل عصيت ربنا ورحت يعني خرجت على الحاكم وعملت ثوره. اذا الثوره حرام، وما نتج عن الثوره من برلمان وانتخابات ورئاسه ودستور حرام، فلماذا يشاركون في الحرام وياكلون الحرام؟ انا عاوزهم يتوبوا لربنا ويبعدوا عن الحرام ده، وهم يروحوا ياخدوا اقطاعيه لانفسهم ويطبقوا شريعه محمد بن عبد الوهاب وشريعه حسن البنا. يا سيدي الفاضل، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون الإنسان هو هم الكون. المشكلة في الكون ليست الله سبحانه وتعالى، المشكلة أن هذا الإنسان هو الخليفة على الأرض. إحنا قاعدين لسه بنشوف الدستور أصلا كفر ولا مش كفر، والدنيا كلها من حوالينا طلعت المريخ، وإحنا لسه النهارده بندور هل الدستور كفر ولا مش كفر، هل بندور هم المسيحيين حقهم يعيشوا معانا ولا مش ما يعيشوش. يعني الفكره المشوهه دول لهؤلاء البشر، هؤلاء يعيشون خارج اطار الوجود. انا ارى انهم من كواكب اخرى، هذه كائنات فضائيه خرجت علينا من بلوعات المجاري بعد الثوره. والصراع الان هو بين من يدعوها لدوله مدنيه تحترم كل بني البشر وتعطيهم حقوقهم، وهذه الدوله التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وبين اناس يعني عندهم مجموعه من الامراض النفسيه اسمهم الاخوان والسلفيين، يريدون اقامه دوله دينيه يصبحوا فيها الهه على الارض ولا يعيش فيها ولا يتمتع باي حقوق سوى من كان اخوانيا او سلفيا. ولكن ان مر الجمل من سن الخياط سيمر مخطط الاخوان والسلفيين وسيمر دستورهم، يعني دون مرور رقابنا دون
طرق هذا الدستور باذن الله. شكرا شيخنا. السؤال الاخير، لو حد عايز يسال تاني يكتب لي 5 ياهو بسرعه لو سمحت، والوقت طب ماشي محامي. طب اتفضل ياهو بسرعه لو تسمح، سؤال قصير لو تسمح، اتفضل. شكرا يا اخي فرمة، وسلام لجميع اللي في الروم، واهلا بشيخنا الشيخ محمد عبد الله. هو السؤال صراحة أنا هسأل سؤال سريع بس هو من شقين. أولا عايز أعرف ليه هل إذا كانوا هم عايزين يطبقوا الشريعة وبيكتبوها بيحطوها في الدستور، طب إذا طبقوا الشريعة هل في يوم حساب؟ يعني الشريعة دي أنا أعرف الله اللي حاططها وهيحاسبنا عليها يوم الحساب. طب هم لو طبقوا الشريعة وحاسبونا عليها مين هيحاسبنا يوم الحساب؟ ولا الله مش هيحاسبنا؟ ولا هو هيحاسبهم هم بقى؟ ما هنا في تناقض كبير جدا. انا مش فاهم هل هؤلاء مسلمين؟ اسال حضرتك ما تجاوبش، اسال ايه عشان الوقت لو تسال. لا، ما انا بسأل السؤال هل هؤلاء مسلمين؟ وما هي نسبة المسلمين المعتدلين في مصر بالنسبة لهذا العدد من الإخوان والسلفيين والجهاديين وغيره؟ قد ايه النسبة الباقية بقى؟ هل في كفاية ان يقدروا يقفوا قدام هذه النسبة؟ حاجة تانية، المادة الأولى بتقول بيقولوا فيها إنه مصر تعتبر جزء من الجزء العربي، يعني المجتمع العربي والإسلامي، وتنتمي إلى أفريقيا. هل إحنا أساسا جزء من أفريقيا وننتمي للجزء العربي والإسلامي، ولا العكس؟ يعني شايف ان هم عكس العمليه. يعني هل ليه الكلام ده؟ ليه النقد ده؟ ولا هو ليه وراه حاجه الكلام ده؟ ونقطه صغيره، اخر نقطه بقى، حكايه الديمقراطيه. هم بيقولوا هنطبق ديمقراطيه بس هتكون فيها او دوله ديمقراطيه بمشوره. يعني ايه مشوره؟ ازاي يكون في مشوره وديمقراطيه؟ مش في تناقض؟ اتفضل حضرتك، معاك المايك. شكرا يا ياهو. ده مش سؤال واحد ولا قصير، ده محاضره. اتفضل يا شيخنا. انا هجاوب في عجاله سريعه. يعني هو بالنسبه لمفهومهم للشريعه حتى الان لم يعطونا مفهوما لمعنى الشريعه واليات تطبيقها وكيفيه تطبيقها ومن سيطبقها ومن هو الذي سيراقب من يطبق الشريعه. هم اثنين هم الان يريدون ان كانهم هم الوحيدون الذين يفهمون الشريعه، وكانهم هم مفوضون من قبل الله سبحانه وتعالى لتطبيق هذه الشريعه. الاسلام عمره حوالي 1450 سنه، والتيار الوهابي لم يتجاوز قرنين من الزمان، وتيار الاخوان عمره 83 عام. هل كان الاسلام تائها وضائعا قبل ان ياتي هؤلاء السلفيون والاخوان ويعلموننا كيف تطبق الشريعه؟ النقطة الثالثة بالنسبة للديمقراطية، هم يريدون تفصيل ديمقراطية على مقاس الإخوان والسلفيين اسمها ديمقراطية الشورى، وهي نظرية قديمة في الإسلام تطورت وأصبحت الديمقراطية الغربية الحديثة التي تمكن كل المواطنين من المشاركة في عملية اختيار الحاكم ومن ينوب عن الحاكم واختيار نواب الشعب والمحليات، وهم لن يفعلوا ذلك. وأنا يعني أقول بكل صراحة أن العلمانيين والليبراليين واليساريين والملحدين خرجوا إلى ميدان التحرير ليطبقوا شريعة الله، فقالوا القصاص القصاص. أليست كلمة القصاص مذكورة في كتاب الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ ماذا فعل المتأسفون؟ خرج التيار السلفي في جمعة 29 يونيو كان ظهر الأولى ليقول للتحرير يا مشير أنت الأمير. وهذا الرجل القاتل السفاح قام محمد مرسي الإسلامي صاحب شعار الإسلام هو الحل بتكريم طنطاوي وعنان وملحوم قلادة النيل. من هنا الذي خالف الشريعة؟ العلمانيين والليبراليين واليساريين والملحدين قالوا لا لصندوق النقد الدولي، خرج الإسلاميون وقالوا أن صندوق النقد الدولي ليس ربا وأنه حلال، مع أنهم كانوا قد حرموه في شهر مارس ثم عادوا وأحلوه في شهر أغسطس. يا سيدي الفاضل، هؤلاء الناس لا يملكون أي شيء غير الإسلام هو الحل وشريعة الله، ولكن هؤلاء أعداء الله وأعداء شريعة
شريعته. شريعة الله تقول أين حقوق شهداء الثورة، شريعة الله تقول المحاكمات الثورية، شريعة الله تقول لا للقروض فمصر مليئة بالموارد. هؤلاء أبعد ما يكونوا. العملية بالنسبة لهم أن ليس هناك تيار يواجههم عن الأرض ويقول لهم إن الشريعة الحقيقية هي من أراد أن يطبقها الثوار وعارضهم فيها المتأسلمون الذين يريدون أن يطبقوا مفاهيم مغلوطة ويدعوا أنها هي الشريعة. شكرا شيخنا. اخر سؤال للمحامي عشان كده تعبنا الشيخ معانا. الاستاذ المحامي اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا فندم. سؤالي للشيخ محمد عبد الله الازهري الثوري، ما رأيك في الثلاث قرارات اللي صدروا من الإخوان المنافقين مما يؤدي إلى استيطان في سيناء لمنح الجنسية لآلاف الفلسطينيين، ثم تملك أرض سيناء لأهالي سيناء، ثم القانون المنتظر تشريعه في إلغاء عقود الإيجار للمحلات والشقق التي تم إبرامها قبل عام 1996. تفضل مع حضرتك الإجابة. بالنسبة للنقطة الأولى، الإخوان جاءوا لتنفيذ مشروع غربي ألا وهو الوطن البديل لتكون سيناء وطنا بديلا لأهل غزة، وهذا يعلمه القاسي والداني وحذر منه الأستاذ الأديب السيناوي مسعد أبو فجر، ويوميا على صفحته الرجل يكتب وفي اللقاءات التلفزيونية يحذر. اثنين، تجنيس الفلسطينيين، لأن حركة حماس هي حركة إخوانية وهي إحدى أذرع جماعة الإخوان، والوجه الآخر لا، هم يريدونهم أن يواجهوا الجهاديين في سيناء ويطردوهم منها، فلذلك منحهم الجنسية، وهذا اتفاق مع الصهاينة. فالعلاقة الغير شرعية الآثمة بين تيار الإخوان وبين الصهيونية يوضح، وحتى الخطاب العشق والغرام الذي أرسله محمد مرسي العياط إلى شمعون بريد حينما قال له صديقي العظيم أتمنى الرغد لدولة إسرائيل، ثم ختم بصديقكم الوفي المخلص محمد مرسي، يدل على أن سيناء تم تسليمها هدية إلى الحمساويين والجنسية لهم عشان يتمكنوا من شراء الأراضي في سيناء. ويعني أنا أرى أن سيناء قد اقتصعت من أرض مصر، وعلى الجميع أن يسور من أجل استعادتها وتحريرها من أيدي الغاصبين. النقطة الثالثة اللي هي بتاعت الإيجارات القديمة، أعد السؤال مرة أخرى من فضلك يا أستاذ محامي. القرار الأخير بتاع الإيجارات. اتفضل يا محامي، عيد النقطة الثانية لو تسمح. قانون إلغاء العقود الإيجار القديمة التي تم إبرامها قبل 1996 لكي يتمكن من انتشار وعمل من تم منحهم الجنسية بكل سهولة. هو أولا قانون إلغاء قانون الإيجار القديم فيه ده يشمل هدية لاثنين. اولا لو بصينا لاغلب المباني القديمه في المناطق الراقيه في مصر الجديده وفي وسط منطقه نص البلد، هذه المباني او البيوت ملك طبقه اجتماعيه في الجهاز الاداري للدوله، في وكلاء وزاره، مديرين عموم، لواءات، فهذه هديه من محمد مرسي لهؤلاء. كل من هؤلاء يملك بيتا، ولكن الساكن في البيت بيدفع 5 أو 10 أو 20 جنيه، وهم شايفين ان ده ظلم وعايزين يستعيدوا مساكنهم، فدي هديه من محمد مرسي الى هذه الطبقه الاجتماعيه. الثانيه صوره من صور امتلاك الغير مصريين من المباني في مصر، يعني اظن ان الدوله الوحيده اللي بتملك غير المصريين هي مصر في الشرق الاوسط. انا اعلم ان السعوديه والكويت والامارات يمنع على اي اجنبي شراء يعني انه يمتلك. هنا في مصر احنا ما شاء الله بنبيع ارضنا للي يدفع، وكاننا يعني هنسيب مصر ونمشي كمان اسبوعين ثلاثه. فدي تحليلي من القرارات اللي اتخذها مرسي. شكرا. كان الاستاذ اسد بخصوص الرابطه الصوفيه عاوز يختم معاك يا شيخنا. اتفضل يا استاذ اسد. طيب شكرا جزيلا. طب شكرا جزيلا يا دكتور فرما. شكرا جدا للشيخ محمد، اتوجه لك يعني بكل الشكر والتقدير على هذا الحوار،
وأنا سعيد جدا بعد ما عرفت أن حضرتك عضو في رابطة الصحوة الأزهرية الصوفية. وأؤكد لك يا شيخ محمد أننا قريبا سنلتقي إن شاء الله عند الشيخ محمد الأسواني. والحقيقة كان لقائي مع الشيخ محمد الأسواني في الفترة الماضية، تحدثنا عن الإخوة المسيحيين في مصر، والرابطة يعني ترحب بكل أخ مسيحي يريد أن ينضم، فهو عمل سياسي في الدرجة الأولى لجبح هذا التيار الوهابي الصحراوي السعودي. في نهاية الأمر أنا أقدم لك جزيل الشكر يا شيخ محمد على هذه الأفكار المستنيرة، وعلى هذا الفكر الراقي، وعلى هذا التمثيل الأزهري المشرف، وعلى هذه العقلانية الدينية السمحاء. وقريبا إن شاء الله سنلتقي، وتذكر كلمتي لأننا سنلتقي قريبا جدا بإذن الله. شكرا لك يا دكتور فرما، شكرا للشيخ محمد، وشكرا لكم جميعا، وإلى الخير إن شاء الله. شكرا. شكرا أسد، وأنا عايز أنضم معاك في هذه الرابطة، بس اسمح لي يا شيخنا، في صديق عزيز علي عاوز يسأل آخر سؤال، لأنه أنا ما شفتش ايدي يعني مرفوعة دلوقتي، فاسمح لي اتفضل يا ايجيبت مان. طيب السلام عليكم، في صوت يا جماعة؟ السلام عليكم. طيب أنا سمعني يا شيخنا؟ طيب أنا سلمت على حضرتك في الميدان وأنا سعيد جدا. أنا كنت شفت حضرتك في الميدان وأنا سعيد جدا. أنا سلمت عليك ده مبدئيا يعني. طبعا أكيد في ناس كتير جدا بيسلموا حضرتك، مش هتفتكرني طبعا. المهم أدخل في السؤال عشان ما أضيعش وقت حضرتك. السؤال: هل يجوز يا شيخ ان افرض فكري على بقية اهل الدين الواحد الذين لا يفهمون الدين بمثل ما افهمه انا؟ هل هذا يجوز؟ وهل هناك عصمة لفرقة او مجموعة بحيث ان هم يعني يحاولوا فرض فكرهم على الاخرين؟ الحاجة التانية: هل يجوز فرض شريعة وفهم وعلى وجه التخصيص بقى فهم فئة معينة للشريعة على بقية الشعب الذي هو يوجد فيه أديان أخرى غير هذا الدين الذي تتبع تلك الفرقة، ويوجد فيه من نفس الدين من لا يفهمون الدين بنفس الطريقة؟ فهل يجوز فرض شريعة فرقة واحدة أو فهم فرقة واحدة على بقية الشعب وبقية الدولة، أو لا هذا يعتبر نوع من أنواع الظلم الذي نهى عنه الله يا شيخنا؟ أنا أعتبر إن ده ظلم، فأنا عايز أسمع رأي حضرتك في النقطة ديت، إن أنا أصبغ المجتمع كله بصبغتي الشخصية. أنا عايز أسمع رأي حضرتك في الموضوع ده. اتفضل. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يشرفني إن أنا قابلت حضرتك في الميدان، وإن لم نتعارف يعني إن لم تلتقي أجسادنا فقد التقت قلوبنا، فأنا أحب كل من يحب هذا الوطن. بالنسبة لي مفهوم الشريعة، أولا الفقه شيء والشريعة شيء. الشريعة هي الدين. أما الفهم للدين، فهم السلف للدين لا يطلق عليه أنه الدين والشريعة، فهم الإخوان للدين لا يطلق عنه أنه الدين والشريعة. يعني لم يستطع أي إمام من الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة أن يقول أن رأيه هذا هو رأي الله أو رأي الدين أو رأي الشريعة. انتبه وأجاب على سؤالك هذا شيخنا وإمامنا الإمام المراغي شيخ الجامع الأزهر الشريف في إحدى رسائل الدكتوراه وجد أن طالب هذه الرسالة في رسالته قد أشار إلى أن الآراء الفقهية هي الشريعة والدين، فما كان من الشيخ المراغي إلا أن قال الفقه فهم والفهم رأي والرأي تسليم بالاختلاف. طالما هناك رأي وفي اختلاف، أنت لك رأي وأنا لي رأي، والفهم رأي والرأي تسليم بالاختلاف. أما الدين تسليم بالإيمان،
فمن ادعى أن الفقه الذي هو الفهم والرأي دينا وشريعة فقد خالف الدين والشريعة وقد تجاوز حدود المعقول والمنقول وقد ادعى على الله ما لم يقله فهو من الظالمين. يعني هذا ما أقل ما يقال فيهم أنهم من الظالمين لأنهم نسبوا العصمة إلى آرائهم الفقهية. ولا يجوز لأي جماعة كانت أن تنسب اجتهادها إلى أنه الدين والشريعة وتفرضه على بقية الناس ثم يدعون أنهم على الحقيقة المطلقة وأن من دونهم مكفر. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل لا يقال في العلم عن الاجتهاد الرأي لا يقال في العلم أخطأ كفرت ولكن يقال أخطأت. وقال الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. ولا يجوز لتيار بعينه سواء كان إخوان أو سلفيين أن يدعي العصمة لرأيه وأن يفرضه على الناس فرضا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان موكلا بإبلاغ الرسالة قال له ربه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقال له فذكر إنما أنت مذكر وقال له فإنما على رسولنا البلاغ المبين يبلغ فقط ولا يكره الناس. فما بالك بأناس ادعوا أنهم آلهة في الأرض. هؤلاء قوم خرجوا عن حدود المعقول والمنقول وخرجوا عن الشريعة والملة والدين والله ورسوله منهم براء. أشكر حضرتك يا شيخنا الشيخ الشجاع المتعلم المثقف. أنا يعني شجاعتك بصراحة بتبهرني لأن في آية في الكتاب المقدس بتقول الخائفون لا يدخلون ملكوت السماوات. يعني الخائفون مش ممكن يروحوا الجنة أبدا. أتمنى ليك وقت سعيد واسمح لي أستاذ حضرة الشيخ وفضيلة الشيخ إن احنا أتواصل معاك بالتليفون أو لو كان عندك وقت نتقابل مرة أخرى في أيام قادمة. واسمح لي ويا ريت لو كلمتني عن الرقم الخاص الثاني كلمني بحيث موضوع اتواصل مع حضرتك بخصوص موضوع القناه ده واقول لك ايه الاجراءات وهتتم ازاي. اكيد طبعا عايزين نعرف التفاصيل والحساب لان في ناس كثيره متشجعه انها تنضم للتبرعات واحنا عندنا ننضم لاي جماعه او مجموعه تنشد مصر حديثه لكل المصريين بغض النظر عن الدين او اللون او شكرا شيخنا صوت. شكرا وتصبح على خير ونشوفك على خير ان شاء الله. شكرا. اشكر حضراتكم على الاستماع او على الانصات. واعتقد هذا الشيخ انا ممكن اسميه خليفه محمد او ابن اولاد محمد عبده الشيخ محمد عبده. وانا كمان شايف ايجيبت مان اعتقد نفس الفكر والاستاذ اسد. يعني هنلاقي ناس كتير على فكره ان يمكن هم مش ظاهرين او اصواتهم ضعيفه شويه او واطيه شويه مش صوتهم مش عالي لان هم دايما الصوت العالي هو صوت الهمج. الصوت المحترم دايما صوته واطي شويه ما بيتكلمش بصوت عالي. فاكيد هنتجمع واكيد هنعرف طريقنا كويس في يوم من الايام. انا متاكد ومتفائل تماما ان مصر مش هتضيع ولا هتتقسم ولا هتروح في اي حته. مصر هتفضل مكانها وشعبها هيفضل مكانهم. وانا الناس اللي بتقول الناس المتطرفين شويه او الجزء السلفيين او الاخوان يتعدوا دول انا اعتقد لا يتعدوا 1,000,000 فرد في جمهوريه مصر العربيه ومنهم 950,000 واحد فيكتم ضحيه. يعني ممكن تلاقي بس 10,000 او 20,000 هم راس الافعى. يعني انت تلاقي يا جماعه دول ضحايا دول مرضى مش سبب. ده لازم نتعامل معاهم انهم ضحايا افكار خاطئه احيانا. لكن اللي هم السبب اللي بيحصل في البلد مش كتير لكن ضحاياهم كتير. انا متاكد ان مصر الخير ومصر دايما. اسمحوا لي بس ان انا اشتقت قوي ان انا اسمع هذا النشيد.